فاهم هالشغلة منيح. المعرفة اللي ما بتتعلمها بالمدارس هي على فكرة مصدر المصاري اللي ما بتلاقيها بالوظائف. فالوعي بيحتاج شوية تفكير داخلي، بس الحقيقة إنه المدارس بتعلمك كيف تشتغل كموظف، مو كيف تبني ثروة أو كيف فعلا تعمل بزنس ناجح. أنت بالمدرسة ما بتتعلم رياضيات بس، رياضيات وعلوم وإنجليزي ومدري شو، بتتعلم كمان كيف تلتزم وكيف تحفظ وكيف تصير هيك يعني سوي، وكيف تقعد قدام الأستاذ ساعات 15 ساعات باليوم لحتى تدرس الشغلات اللي بيقلك عليها بالضبط. التعليم مو كله سيء على فكرة، بس فكر بهالشي، فكر بهالشي. أنت ما بتتحكم بالمناهج، وإذا التعليم بيشكل طريقة تفكيرك وطريقة تفكيرك هي اللي بتحدد مصيرك، فمعظم الناس اللي بيطلعوا، يعني معظم الناس رح يطلعوا مثل معظم الناس قطيع. الناس الأكثر نجاحا علموا حالهم بنفسهم، حتى يعني تتعلموا وجربوا ووقعوا وتعلموا من نفسهم، من تجاربهم. حتى لو درسوا بالمدارس، ناجحين كانوا بالمدارس، فاشلين بالمدارس، هذا موضوع جانبي، هذا لحاله ما بيعمل إنجاز بالمستقبل. بس ما بيقعدوا طول اليوم قراءة وحفظ، بيقعدوا بيبنوا، بيخترعوا، بيفشلوا، بيرجعوا بيتعلموا من فشلهم وبيلحقوا فضولهم ليتعلموا الأشياء اللي ما بيتعلموها بالمدارس. فإذا بدك حياة نادرة هيك يعني مميزة، تذكر هالشي، بدك تسعى ورا معرفة نادرة ومميزة. المعرفة بتجي من أماكن أكتر بكتير من المدارس والمؤسسات التعليمية. تصرف.